متى يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء؟ هي حالة غريبة في كرة القدم نشاهدها بعض الأحيان. يجب أن نعرف أن ركلة الجزاء هي ركلة حرة غير مباشرة ولكن بظروف خاصة. ما نشاهده من ركلات أخرى داخلها هي ركلة حرة غير مباشرة. ولكن متى يتم احتسابها؟ يتم احتسابه عند ارتكاب خطأ من دون احتكاك مباشر بين لاعبين أو إعاقة هجمة أو تسديدة. فمثلا لو رفع لاعب قدمه بشكل خطير ولكن لم يلمس الخصم، أو أمسك الحارس بكرة أعادها له زميله بقدمه. أو قام لاعب بإعادة الكرة بشكل فيها استهزاء بالخصم لحارسه وهو موجود في منطقة الجزاء. أو أمسك حارس كرة ثم وضعها على الأرض ثم عاد وأمسكها للالتفاف على قوانين إضاعة الوقت. أو عند اقتحام لاعب احتياطي أو طبيب الفريق منطقة الجزاء لمنع هدف. أو لو قام لاعب بالالتفاف على القوانين فرفع الكرة إلى رأسه أو أنزلها إلى الأرض ومرره لحارسه ليمسكها فيتم إضاعة الوقت أثناء وجوده في منطقة الجزاء، ويتم تنفيذ الركلة الحرة غير مباشرة من مكان وقوع الخطأ، إلا لو كان الخطأ داخل منطقة الجزاء وما يعرف ب 6 متر للحارس. عندها يتم إعادة الكرة لخط هذه المنطقة. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. سلام.